السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد الافندي على قناة باكورد مع كل جديد وحصري ان شاء الله. مع احمد الافندي الحقيقة بس عندي عزل مرتضى منصور والحكم الإدارية العليا اللي حصل، وتعليق عمرو أديب على الموضوع ده. تعليق مضحك، وطبعا تعليق فيه استفزاز لمرتضى منصور، وفي رد فعل من عمرو أديب على عزل مرتضى منصور، لأن المسألة كانت الفترة اللي فاتت بين مرتضى منصور وبين عمرو أديب كانت مشتعلة. فطلع الأستاذ عمرو أديب قال: هو الزمالك ده عزبة أبوك؟ هو الزمالك ده انت يعني كنت واخده بالوراثة؟ الزمالك ده خلاص انت خربت النادي، انت عملت كل حاجة غلط في النادي. يعني هاجم واتكلم على مرتضى منصور بالشكل اللي احنا دايما بنعرضه لحضراتكم وبنقوله، وبنقول كمان ان تصريحاته دي هو بيبقى مبررة بان هو كان هاجمه واتكلم في حقه كتير. ومرتضى منصور كان اتكلم على عمرو اديب الفترة اللي فاتت كلام قوي جدا، ولكن الفترة دي شفنا عزل مرتضى منصور. هل هو مكمل ولا مش مكمل؟ هو معزول أصلا بقاله فترة، ومع ذلك بيمارس عمله عادي. فحاجات غريبة جدا بتحصل، واحنا مش عارفين هي بتمشي ازاي في البلد يعني. ولكن هو ده الواقع اللي احنا عايشينه، وهي دي القوانين في مصر. هنشوف الفترة اللي جاية، بس ما تنساش تتابع معايا، لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك كل اللي جاي كله جامد وحصري اول باول مع احمد الافندي على قناه باكورد. الحقيقه بس عندي تاكد انك مفعل الجرس على الكل عشان الناس اللي بتقول ما بيوصلهاش اشعار. تاكد انك مفعل الجرس على الكل. اشوفكم في فيديو جديد، سيبكم في رعايه الله، سلام.